في الشوط الثاني دي لافوينتي اجبر على ان هو يركز اكتر على الناحيه الشمال عشان يبدا يستغل قدرات ويليامز. بدا يعمل ايه؟ بدا يخلي كوكوريا يضم في القلب كتاني على نفس الخط مع فابيان رويز. كوكوريا واخد عثمان ديمبلي لجوه الملعب. تلاحظ هنا اولمو رايح ياخد اوباميكانو عشان يحط ويليامز في موقف 1 ضد 1 مع كوندي، لكن امتياز كوندي المواقف الواحد ضد واحد كلها تقريبا اتصدى لها بشكل كويس. طب ليه اصلا ثانيه اجبر على كده؟ عشان لامين يامال اللي كان بارز جدا في الشوط الاول كان دايما منتخب فرنسا بيحاول يجبر منتخب اسبانيا انه يتحول على الناحيه اليمين، خصوصا ان هم عندهم كوندي مدافع تقيل الحاله الدفاعيه. فبص هنا معايا الكره لاولمو قلب الملعب، هيبدا يمرر للامين عشان يحطه في موقف 1 ضد 1 مع ايوه. فبص مبابي بيعمل بدا ينزل وبدا خلاص يقفل زاويه الباص ويوجه الباص لجوه الملعب الزحمه. بص هنا تلاقي ثيو واخد لامين يامال مان تو مان، لما اولمو هنا نزل عشان يستلم ويبدا يطلع لامين يامال، نازل معاه اوباميكانو مش سايبه عشان يقفل زاويه الباص على لامين يامال، يجبره انه يروح على الناحيه اليمين اللي فيها كوندي اللي نجح النهارده انه يوقف